السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم أعزائي في قناتكم فيديو واستفيدي من جديد. أتمنى أن تكونوا بألف خير. سأقدم لكم اليوم وصفة رائعة جدا بمكونين فقط لتطويل الشعر. هذه الوصفة تعتبر معجزة في تطويل الشعر، تقوم بذلك بسرعة كبيرة جدا ولن تحتاجي إلى الكثير من الوقت، خصوصا إذا كنت مستعجلة بخصوص تطويل شعرك. وأيضا هذه الوصفة تقوم بترطيب وتكثيف الشعر، يعني 3 في 1. طبعا سبق لنا أن استخدمنا الفازلين لوحدها لتطويل الشعر، سبق أن استخدمنا الفازلين والبصل لتطويل وتكثيف الشعر، واليوم إن شاء الله سنستخدم الفازلين ومكون آخر لتطويل الشعر. هذا المكون كما ترون أمامكم هو حب الرشاد. طبعا حب الرشاد يتميز هكذا ببذوره التي تكون صغيرة جدا ولونها أحمر غامق، فسهل جدا أن تميزوا حب الرشاد عن باقي الحبوب الأخرى. فهو أكيد يختلف عن بذور الكتان، فبذور الكتان تكون حبوبها أكبر بكثير وأيضا يكون لونها بني. لحب الرشاد فوائد عديدة بالنسبة للشعر، فهو يقوم بتكثيف الشعر، ملء الفراغات، وأيضا بتطويل الشعر وعلاج الشعر المتكسر والمتضرر والمتقصف. طبعا هنا سنقوم باستخدام حب الرشاد عن طريق استخراج جل حب الرشاد، وسنرى ذلك في الفيديو. وثاني مكون بطبيعة الحال هو الفازلين. وهناك من يسألني كثيرا كيف أغسل الفازلين من شعري؟ الفازلين علقت في شعري إلى آخره. كل هذا سأشرحه لكم في هذا الفيديو، فتابعوا الفيديو حتى النهاية. بعد أن رأينا المكونات على بركة الله، الآن نرى طريقة عمل هذه الوصفة. وقبل أن نرى الطريقة لا تنسوا وضع لايك لهذا الفيديو لتشجيعنا على إعطائكم المزيد من الوصفات الطبيعية الفعالة والمجربة. بالنسبة لطريقة استخراج جل حب الرشاد، نقوم بأخذ كسرونة ونضع فيها مقدار 500 ملي من الماء أو نصف ما يعادل نصف لتر من الماء، ونقوم بعد ذلك بوضع حبوب الرشاد. نضع تقريبا 3 ملاعق كبيرة ممتلئة من حب الرشاد ونضعه على نار هادئة ونستمر في التحريك من حين إلى آخر. هذا الأمر مهم وضروري جدا. أولا نضعه على نار هادئة لكي لا يحترق بسرعة، وبالتالي لن نستفيد منه والماء لن يصبح على شكل جل. ثانيا نقوم بتحريكه، لأنه إذا لم نحركه، وهذا حصل معي أول مرة قمت بعمل جل حب الرشاد، هو أنه سيلصق في قعر الكسرونة وسيحترق وستصبح حبوبه سوداء أو بعض حبوبه سوداء. إذا أصبح هكذا فلا تستخدموه، قوموا برميه وعمله مرة أخرى. فقاعدة يعني نار هادئة واستمروا بالتحريك من حين إلى آخر. وسنلاحظ مع مضي الوقت أن الماء أصبح أصفر، ونحن لا نريده أصفر، يعني نريد ترك حب الرشاد حتى يصبح لونه بنيا، يعني بني مائل إلى البني. نستمر بتحريكه جيدا كما قلت لكم، وهذا الأمر يأخذ منا، يعني ربما يأخذ منا أكثر من 15 دقيقة. وإذا لاحظنا أن الماء يجف وحب الرشاد لم يصبح جل بعد، فنضيف يعني 500 ملي أخرى من الماء. المهم يجب أن يصبح الماء على شكل جل. وبعد ذلك نطفئ عليه النار ونتركه حتى يبرد تماما. نأخذ برطمان زجاجي وفلتر ونقوم بتصفية حبوب الرشاد من الجل. طبعا حبوب الرشاد يمكنكم احتفاظ بها في المبرد واستخراج جل حب الرشاد منها مرة أخرى، فهي تصلح حتى 3 استخدامات، يعني يمكنكم استخراج جل حب الرشاد منها حتى 3 مرات، ليست هناك مشكلة. وجل حب الرشاد يكون هكذا كثيف جدا، وكما ترون يكون لونه مائل إلى البني. يجب أن يكون هكذا لكي يعطينا النتيجة التي نريدها. إذا كان خفيفا فلن يندمج لنا مع الفازلين. بالنسبة لإعداد الوصفة، نقوم بأخذ ملعقتين كبيرتين ممتلئتين من البتروليوم جيلي أو الفازلين، وتأكدوا من أن تكون خالصة وأصلية
حتى تعطينا النتيجة، لأن الفازلين التي تحتوي على روائح والتي يعني لا تكون فازلين أصلية فهي لن تعطينا نفس النتيجة. تأكدوا من هذا، وتأكدوا من أن تكون مغشوشة. من الأفضل أن تشتروها من السوبر ماركتات كبيرة. أنا شخصيا أشتريها من سوبر ماركت مرجان. فكما قلت لكم، بعد إضافة ملعقتين نقوم بإضافة جل حب الرشاد. وهنا بصراحة أنا لا أحسب الكمية، لكنها تعادل 4 ملاعق كبيرة. في بدء الأمر سأضع ملعقتين، ولكنني سأضيف يعني عيني ميزاني سأضيف جل حب الرشاد، حتى يجب أن يصبح القوام كريمي، يعني لا يكون ثقيل جدا ولا أن يكون خفيف جدا. يعني يجب عليكم أن تتأكدوا من أن القوام كريمي 100%. فنستمر بالتحريك وإضافة جل حب الرشاد. يعني ترون الآن أمامكم في الفيديو أنا أضيف القليل وأقوم بالتحريك، وعندما ألاحظ أنه ما زال ثقيلا، يعني عندما أقوم أخذه بالملعقة هكذا كما ترون يكون ما زال ثقيلا، يعني لا ينزل ببساطة مثل الكريم. فبعد ذلك أقوم بإضافة المزيد من جل حب الرشاد حتى يصبح في النهاية على شكل كريم كما ترون أمامكم، ويكون لونه جميل وليس له أي رائحة. أجمل ما في هذا بصراحة الكثير منكم أصبح يقول لي لا نريد وصفات فيها حلبة، لا نريد وصفات فيها الثوم، فأصبحت أتفادى الحلبة والثوم في الوصفات، رغم أن لدي وصفات رائعة لإنبات الشعر بالثوم وأيضا بالحلبة. فإذا كنتم تريدونها رغم الرائحة اكتبوا لي تحت في التعليقات. ولكنني أصبحت هكذا أجرب وصفات لا تحتوي على أي رائحة. فهذه الوصفة ليست بها أي رائحة، الفازلين منعدمة الرائحة، وأيضا جل حب الرشاد منعدم الرائحة. نأخذ القليل من هذه الوصفة، لأن الكثير منكم يقول لي وضعت الوصفة وأعطتني نتيجة، يعني الفازلين لزقت على شعري. فيجب عليكم أخذ كمية تناسب شعركم، يعني كمية لا هي كثيرة ولا هي قليلة، يعني ليست قليلة لدرجة أنكم لن تضعون شيئا، وليست كثيرة لدرجة يصبح شعركم مبلول، يعني بين وبين، كأنكم تضعون سيروم الشعر أو كأنكم تضعون ليف إن كريم على شعركم، يعني لا تضعون الكثير ولا تضعون القليل، وتضعونها إذا كانت فروة شعركم دهنية تفادوا وضعها على الفروة لأنها ستصبح دهنية أكثر. إذا كانت فروة شعركم جافة يمكنكم أيضا وضعها على الفروة، وإذا كانت فروة شعركم مختلطة أيضا ضعوها فقط على الشعر، لا تضعوها على الفروة. فكيف تعرفون أن الفروة دهنية؟ بكل بساطة أخذوا أصبعكم النظيف ضعوه على الفروة، إذا رأيتم هناك لمعة أو دهون فهذه فروة دهنية، أو حتى يعني تكون القشرة دهنية. أما إذا وضعتم نفس الطريقة ورأيتم أن ليس هناك دهون في شعركم فهنا يعني أن فروة شعركم جافة. وبالنسبة للشعر الجاف يعني هذه الوصفة تقوم أيضا بترطيب الشعر، لكن يمكنكم الاكتفاء بوضع على فروة شعركم فقط والقليل من شعركم، يعني ليس من الجذور حتى الأطراف، فقط القليل، فيمكنكم هذا. بعد ذلك نقوم بلف شعرنا. يمكنكم وضع بونيه بلاستيكي ويمكنكم عدم وضعه، يعني أنتم مخيرون في هذا، لكن بصراحة إذا أتيتم على رأيي أنا أفضل دائما وضع بونيه بلاستيكي على وصفات الشعر مهما كانت، يعني سواء زيوت أو وصفة إلى آخره. ونترك هذه الوصفة على شعرنا لمدة ساعة حتى ساعة ونصف، يعني ليس أكثر من ساعة ونصف. وبعد ذلك نقوم بغسلها. وطريقة الغسل أيضا مهمة جدا، فتغسلون شعركم المرة الأولى بالماء، يعني ضروري بالماء، بعد ذلك تغسلونه بالشامبو. وإذا تبقت هناك وصفة على شعركم، مثلا أنتم أخطأتم ووضعتم كمية كبيرة، فتأخذون المشط التي أسنانه رقيقة وتقومون بمشط شعركم. مشط الشعر أثناء الغسل مضر، لكن إذا أخطأتم ووضعتم كمية كبيرة فتمشطون بذلك المشط الصغير، أو يمكنكم الانتظار حتى يجف شعركم تماما ومشطه بالمشط التي أسنانه صغيرة لكي تستخرجون كمية الفازلين الكثيرة التي وضعتموها. أما إذا وضعتم كمية يعني متوسطة فلن تعانوا من هذه المشكلة.
واستمروا في استخدام هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع. وإذا كنتم مستعجلون على النتيجة يمكنكم استخدامها من يوم نعم ويوم لا، يوم نعم ويوم ترك، يوم نعم ويوم ترك. هذه الوصفة ستلاحظون الفرق يعني في الاستعمالات الأولية. ستلاحظون أن شعركم تغير إذا كان جاف. أولا ستلاحظون أن الجفاف بدأ يختفي، ستلاحظون أن شعركم أيضا بدأ يطول بسرعة، وستلاحظون لمعة جميلة على شعركم. إذا كان شعرك كسول في النمو فصدقيني هذه الوصفة ستحدث تغيرا كبيرا جدا في شعرك، يعني 180 درجة. فقط استخدمي هذه الوصفة واكتبي النتائج تحت في التعليقات لإفادة غيرك. فكانت هذه وصفتنا لليوم، أتمنى أن تكون قد فادتكم ونالت إعجابكم.